واخيرا لقيته. دايما كان بيظهر لي كده في الاعلانات بتاعت فيسبوك المنتج ده. هو اسمه بالستاين كولا او فلسطين كولا طبعا. وبقى لي فتره عايز اجربه، بس كل ما ادخل عشان اجيبه الاقيهم عارضين كميات بس، يعني مفيش مثلا بالواحده او كده، لا هو تشتري مثلا اكتر من باليتا تقريبا، يعني الباليتا دي اللي هي الكرتونه، يعني تشتري كميه كبيره. فطبعا يعني أنا كنت عايز واحده اجربها، او يبقى متوفر في الاسواق او الاكشاك او كده، لغايه ما الحمد لله لقيت دي شكلها. طبعا انا ما اعرفش المنتج ده هو اصلا فعلا فلسطيني ولا هو معمول على اسمه فلسطين، بس يعني الشكل من بره، الديزاين من بره واخد اللي هو شكل الشال الفلسطيني. وفي هنا مرسوم رسمة شجرة كده، هل دي شجرة الزيتون مثلا اللي هم مشهورين بيه؟ ومكتوب عليه 50% دعما لفلسطين طبعا. وتعال نشوف بقى المكونات. طيب هنا بيقول لك مشروب منعش، مزيج من الطعم الاستثنائي وشعور الحرية والكرامة. حلو. بشرائك لهذا المنتج فأنت تساهم بشكل مباشر في دعم الشعب الفلسطيني. وعاملين هنا QR كود عشان تعمل سكان وتتابع سير تبرعاتك وصل لفين. طيب المكونات بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية وسكر ونكهة الكولا ولون الكراميل، يعني فيها سكر ما فيهاش استيفيا. ويلا نجرب. شوف الأول اختبار الفس معانا. يعني والله ريحة مبشرة. تعال ندوق. كمية الستيم فيه حلوة، وطعم السكر حلو، مش السكر اللي هو الستيفيا، نكهة الستيفيا الصناعة دي. بس نكهة الكولا يعني عايزة تتظبط شوية. فما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ان شاء الله ينصرهم، واللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي بعده